مساء الخير، شلونكم اخواني؟ هذا الجزء الرابع والاخير من تسميد الحديقة بالسماد العضوي الحيواني. هذا اللي بقى عندي تقريبا. طبعا اعذرونا من الهوسة والاوساخ، هذه شيء طبيعي من نسمد تصير هاي الاشياء، تحملونا شوية يعني المنظر. هاي الجورية طبعا مثل ما واضح، هاي الجورية صغيرونة، يعني هسه تونا زارعيها تقريبا، ما صار لها شهرين من زراعتها، لكن بما انه الجو بارد وسمدنا الحديقة فراح اسمدهن. طبعا هاي حفرت لهن حفرة بعيدة عن الساق، لان مساحة عندي ضيقة، فهذا اللي اقدر. حفرة عميقة شوية راح اضيف بها هذا السماد، راح اضيف بها سماد قدر الحاجة يعني. هاي الكمية تقريبا، اذا تلاحظون هاي الكمية اللي قدرت اخليها احطها هيجي بالحفرة اساويها. طبعا هذا اللي صار هنا قدر المستطاع اوخره. هسه شو اسوي؟ هذا التربة اللي طلعتها هذه ارجعها واخلطها وياها، يعني ناخذ من هذا الرمل النظيف كمية بسيطة ونخلطها، يعني نخلطها ما نخليها هيك سماد خالي، لا هيك نخلطها. هسه طبعا انا ما اقدر اشتغل وانا اصور، فراح ارجع هذا التراب على شكل دفعات واخلطه ويا سماد، اخلطه الى ان يندمج ويتساوى، بحيث ما يبقى سماد خالي. انت بعد ما ضفت السماد وحركته ويا التربه، ضفت التراب على شكل طبقات وحركته الى ان انتهى. طبعا هسه احاول لو عندك اداة ثانية يعني تحرك بيها تساوي فتشي، لكن انا ما عندي، بس دا احاول اساوي قدر المستطاع. التربة اللي صارت مخلوطة بالسماد اساويها واوزعها زين. بس شنو المشكلة؟ يعني صارت طبقة التربة هواي صارت، ما يهم، اذا طلع شوية زايد نشيله. غسل زين ولا ما تخلصوا غسلوا زين، لان هذا سماد يعني مخلفات حيوانات، فاكيد بأمراض وبأشياء ثانية احنا في غنى عنها. نحطه هيجي قدر المستطاع هذا منه، بس نحاول ما ندفن الساق، لان هاي احنا شو نسوي هسه؟ هو بس مجرد انه هيك. طبعا هذا السماد ان شاء الله راح يعمل على تدفئة الجذور خلال موسم الشتاء، لان الشتاء يعني احنا عندنا الشتاء هنا شهرين، ال12 وال1، هذا يعمل على تدفئة الجذور ويعطيها طاقة، وخلال فترة الربيع بحيل الله هذا يعطيها دفعة نمو قوية. انت شنو اذا تزرع نبتة وما تهتم بيها ولا تسمدها ولا يعني تشوف احتياجاتها، ما راح تعطيك. اكو ناس تزرع ويريد على الجاهز، يعني تجي النبتة تحمل له ثمرة او تنطي وردة او هذا، ماكو هيك حكي اذا ما تتعب، واذا مالك خلق وانت يعني تشوف نفسك هاي الاشياء متعبة، وهي صح فعلا متعبة، يعني اختصر الوضع وجيب لك فلاح، هم تخلي الانسان هذا يسترزق وهم انت تستفاد. يعني هسه انا بعد ما سويته رجعنا الطبقة. طبعا مثل ما قلت انا، من نخلي السماد ما تخلي طبقات، لا تخبطه ويا التربة، خبط ويا التربة بشكل مناسب، بحيث تختفي السماد، يختفي ويا التربة حتى جذر النبات ان شاء الله يمشي بيه. هاي هسه شوفوها انتو، هاي الوردة جور السلطاني شلون تعبانة، هي هيك من المشتل. هسه بعد ما ضفنا لها هذا السماد خلال شهر الثاني، منتصف شهر الثاني او بداية شهر الثالث، راح تشوفون دفعة النمو القوية اللي راح تصير بيها. وطبعا هذا السماد الحيواني وحده ما يكفي، لازم نضيف لها اسمدة مساعدة كيميائية ايضا خلال فترة النمو، يعني بالربيع مو هسه. نضيف لها داب، نضيف لها شوية يوريا، اذا ما نحب نستخدم اليوريا وسماد هو خطر يعني ممكن يحرق النبتة، نستخدم NPK عالي الفسفور، نستخدم متعادل، نستخدم الهيوميك اسيد ايضا كمخصب للتربة محسن للتربة. لكن انت من ضفت اسمدة حيوانية للتربة مالتك، يعني هاي ندوسها، ما يحتاج لك اي شيء بعد، يعني يحتاج لك فقط اسمدة عالي الفسفور حتى تخليه يزهر، تساعد على التزهير. هاي الكاريزة اللي قبل شوية سمدناها. هسه بقت الجورية الثانية، خلنا نسمدها وياكم ونخلص. حتى نخلص هذا كيس، بقى عندي بس كيس واحد، هذا الكيس هذا راح اسمد من عند السنادين، واللي يبقى يزود اضمه للصيف نسوي بيه سماد شاي كومبوست، يعني نقعه بالمي نستفاد من عنده.
يلا ابقوا وياي حتى اسمد النبتة الثانية ونخلص لين تعبت. مرحبا. شوفوا اخوان، هاي الجورية الثانية حفرنا لها حفرة نفس النظام مال ذيك الجورية الاولى. طبعا هاي قمت ادوس على ذني. يلا ماكو اشكال. هاي حفرة نفس ذيك، حفرة بالطول. اذا عندك مساحة اكبر من هيك احفر حفرة داير مداير افضل يعني. هذا اللي يتبقى من السماد راح اخليه هنا. احاول اخليه كله هذا اللي يتبقى من السماد. طبعا هو كمية كبيرة اعتقد صارت، بس شنو ما يأثر. هسه نرجع ويا التربة القديمة ونسويها طبقات وارجع لكم لان ما اقدر اصور. شوفوا اخوان، بعد ما خليت السماد وخبطته ويا التربة، طبعا شوفوا هاي اثاره مخبوط ويا التربة. اعيد واكد لازم السماد يكون مخبوط ويا التربة، مو طبقات، يعني مو تخلي طبقة وتردم عليها، لا، مخبوط ويا التربة بشكل صحيح وبعيد عن ساق النبات. اهم شي يكون بعيد عن ساق النبات حتى لا يحترق. طبعا من شلت انا طبقة وخبطته زاد شوية من الطبقة من السماد اللي مخلوط ويا التربة، اللي هو هذا زاد شوية، بس هذا ما هتخلص معده. طبعا تربة جيدة هاي نستخدمها زراعة السنادين او اي شي تكون مخبوطة. يا اما نخليها بقاع السندانة وبعدين نخلي عليها تربة نظيفة ونزرع، يا اما ننتظرها تبرد شوية فترة اسبوع اسبوعين ونزرع بيها مباشرة. هسه شو نسوي كالعادة، سقية غزيرة. اي نبتة حطيت لها سماد تسقيها سقية غزيرة. اعذرونا على هاي المناظر هسه اللي اعذرونا هسه الحديقة، يعني تشوفون هاي الطين والاوساخ، وهذا هاي نتيجة التسميد والحفر والهذا. ف اعذرونا عن هاي السالفة، يعني عادي شوية مشوه تصير هاي. هسه نسقيها هنا سقية غزيرة قدر المستطاع حتى يتجانس السماد ويا المي ويا التربة، يتجانس ويختلط. سقية غزيرة. المفروض نبقى يعني فترة نسقي بها سقية غزير أكثر من يوم، لكن بما أنه الأمطار جاية هاي سقية غزيرة وحدة كافية إن شاء الله. نملي الحوض مالتها بالمي. ولا تنسون طبعا بداية الربيع أول ما يعني يجينا 20/2 شهر الثاني، يعني نبدي الربيع. هو شو تسوون؟ تبدون انه بتطوها أسمدة عالي الفسفور، سماد كيميائي عالي الفسفور اللي هو الداب، او انبيكي عالي الفسفور، حتى شنو تحفزوها على الازهار ان شاء الله. هاي النتائج مال هذا السماد تبين ان شاء الله خلال الربيع ونراويكم اياها. هذا تسمية غزير هسه والحوض مالته غرق. هذا كلش كافي طبعا. هاي كلش كافي عليها المي. نسده ونسقي الوردة الثانية. هاي آثار الهوسة مال التسميد، لكن احنا شنو هي لازم تصير هوسة نخليها هيجي فترة. صار حادث. يلا هذا يا شباب هو الجزء الأخير من تسميد الحديقة بالسماد العضوي. بقى عندنا بس السنادين نسمدها، يعني طبعا السنادين الخارجية مو الداخلية، سنادين الزرع الخارجي وليس الداخلي. هاي نسمدها. طبعا احنا حتى لو ما حاطين بحوضها سماد فهي تاخذ من هذا، يعني جذورها يجوز تمشي وتحصل من ذيك او من غيرها. وان شاء الله الله يطرح البركة بيها والخير ان شاء الله. وكل ما حطيت سماد كمية زايدة حتى ما يحترقه على الله بعد هي. طبعا انا مو اول مرة اسمد حيواني، هاي ثاني مرة او ثالث مرة، لكن هالمرة يعني هاي السنة كثرت شوية. وان شاء الله على الربيع اراويكم شلون نسمد سماد عضوي بالصيف
بطريقة شاي الكومبوست. هسه هاي ان شاء الله هذا المي احنا ليش نغرقه؟ حتى شنو؟ السماد ينزل المونة مالته والمي مالته على الوردة. طبعا هاي الوردات انا جبتهن هن تعبانات اساسا من المشتل، على مود شوية يكون سعرهن رخيص مناسب يعني مو رخيص، لان تعرفون جور السلطان شوية غالي، هيك احجام كبيرة. يعني اذا حجم كبير مثل هذه ما تحصل الا ب15 وب10، هذني حصلتهن ب5 الوحدة، يعني سعر مناسب. ما بيهن شي، مجرد عناية بسيطة وتقليم مستمر، تسميد، رش مبيدات شوية فطرية وحشرية، ترجع تكبر خلال الربيع. السماد العضوي هذا اللي يخليها تكبر. هسه الحمد لله والشكر سمدت اول البارحة ذنيك الحمضيات اللي هي اللالنجي والياسمين اللي يمها، وبعدين سمدت الياسة، واخر شي سمدت هذه النومي حلو، شجرة النومي حلو مع الياسمين الاحمر اللي وراها هسه مثل ما تشوفون. واليوم سمدنا الكاريزيا والجوريات بحيل الله وفضله، والحمد لله وشكر الله سهلها، على الرغم اني شوي عندي حساسية وتعبان، لكن الله سهل الموضوع وسهل وسمدناه. الله ان شاء الله يكون يطرح البركة بها والخير الي ولكم هم ان شاء الله. لا تتقاعسون عن هاي المسألة. اللي يريد يشوف نباتاته حلوة ومنتعشة ويطي ورد ويطي ثمار وينطي شغلة يعني شكل حلو، خلي يسمد وخلي هذا. واللي ما بيحل خلي يجيب له فلاح يسمد الهيا سماد عضوي. هاي ضروري العملية بالدمن او بالسماد الحيواني. كل شو اسمه كل سنة يتسمد مرة، لازم بدون السماد الحيواني. حتى اذا حطيت اسمدة كيميائية ما راح تمشي بالحديقة، لان هي تربتنا اساسا رمل. انا استخدم الرمل هذا الزميج، والزميج وحده ما ينفع بدون الاسمدة العضوية. طبعا هو المفروض قبل لا تزرع انت من تجهز حديقتك تذب لك بها 4 أكياس 5 أكياس، وتقلبهن ويا التربة وتنتظرهن يبردن وبعدين تزرع. لكن احنا زارعين عادي هم نضيف، ما يأثر يعني. لا تنسى ملحوظة أخيرة حبيت أنا أنوه عليها، تضيفون مبيد فطري إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين يعني من إضافة السماد العضوي. خلي البكتيريا تتفاعل وهذا، فنضيف مبيد فطري للتربة سقاية، ومبيد فطري رش للأوراق، وبعدين نرش حشري هم إذا عندنا. طبعا هاي كلش ضرورية العملية حتى تقضي على الحشرات وتقضي على الفطريات. وإن شاء الله منتصف شهر الواحد نبدي عملية التقليم. منتصف الواحد أو نهاية الواحد يكون أفضل، يعني حتى نتخلص من بعد أمطار ماكو، حتى لا تكون خفيفة. ونقلم إن شاء الله نهاية شهر الواحد. يعني هاي الياسمين محتاجة تقليم هواي. هاي الياسمين هم محتاج تقليم. نزيل الزهور من عليه هالفترة، إذا شفت بزهور زيلوها، لأن هاي تأثر على طاقة النبات. هذا متساقط أوراق هو الياسمين، لكن ما متساقط حاليا أوراقه، لأن أضفت أسمدة هواي أثناء فترة شهر 11. أضفت أسمدة هواي، فلذلك تشوفوا محافظ على أوراقه. المفروض يتساقط هسه، إذا ما تساقط أقطع عليه المي حتى يتساقط أوراقه، لأن إذا ظل هاي الأوراق عليه راح تاخذ هواي من طاقة الشجرة ويتعب. إن شاء الله بالواحد أنا أبدأ أقلمه. هذا حطيت له غصن منه حتى يمشي. بقى عندنا بس السنادين، إن شاء الله باكر أو عقبه أسمدهن، لأن هسه بعد أي طاقة ما عندي. أسمدهن وأراويكم إياهن ان شاء الله. ونبدي النوب نزرع. انا عاجبني ان شاء الله ازرع يم بالكاريزيا شوي بعيد عنها، ورد الداودي الاحمر والابيض اسوي تنسيقه، ومن هناك بالجوانب داودي، ونزرع مسك الليل، ونزرع الياسمين العراقي هم هناك بعد، والله يسهل. يلا اخواني، اذا استفاديتوا واستمتعتوا يا ريت لا تنسونا من اللايك والاعجاب والاشتراك بالقناة وهاي الامور، وادعونا بالرحمة اذا استفادتوا. يعني ادعوا لي بالرحمة الي والوالدي. واتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.